قولي لي يا خالد، هي زعلانة ولا مبسوطة؟ هي لا زعلانة ولا هي مبسوطة، هي تعبانة. تعبانة؟ طب خدي جدا كمان جوه، مش طلعيني مش بتتريق ولا الورد الفروش ده؟ انت بتقولي ايه؟ انا بس بقول مش بس طب استنى في السيناريو دي ده ايه الدارة؟ انا كنت شوية واحدة في السرير، انا حسيت صباح الخير يا طنط. اتفضلي يا طنط، جينا علشان اصل شفتها هي بتلبس البهر ومفيش ورد، انت قلت لها تبقي تدي بقية الورد للست شوية. اصل انا قابلت انت رز وهو نازل وكنت بقصد في الورد، فطبعا كالعادة يعني قلت لازم اديله وردة. حاجة نعم يا ست. انت ما تحب كده تحبها عليك ايه كده؟ ليه يا ست؟ لا انا لازم افضل جنبك هنا، مش انت عايزة حاجة؟ لما تعوز حاجة انا موجودة. معلش يا حبيبي انزلي استني البيت ولما في طالع اطلعي انت كمان عشان توضبي الصف. حاضر. مالك يا طنط؟ حبة عادي قوي اديني امان ما تخلينيش اعرف انام ابدا في البيت ده اكيد بقى هيطلع ولد شقي. بنت انت يا طنط ما تزعليش، بنت شقية. على فكرة يا طنط انا بقول مفيش داعي ترقصي في السرير كتير، انا بسمع ان الحركة كويسة للحيوان. عندك حق لازم اتحرك ويومين من الخمس ده ايه ده؟ انا عمري ما حسيت بالتحف. اقعد ايه؟ اتفضلي انت يا طنط. معلش هتنفس بقى. خير يا طنط؟ حبيتك كنت عايزاه. انت عارفة انا بحبك قد ايه يا واحد. وانا والله يا طنط، وانا عارفة متأكدة ان انت عارفة قد ايه انا بحبك، مع ان اليومين دول بتعامليني انا بعاملك وحش يا واحد. لا مش بتعامليني وحش بس مش زي الاول. حاسة ان جواكي في حاجة مزعلانة مني. علشان كده انا بعتلك علشان الزعل ده هو يروح لحاله، ما يبقاش فيه زعل بينا ابدا. ماشي، انا هفتح لك قلبي واقول لك كل اللي فيه، بس علشان خاطري يا واحد، عشان خاطري تنفذي كل كلمة انا هقول لك عليها. يا خبر يا طنط، عشان خاطري ده من غير ما تقولي لي ومن غير ما اعرف انا مستعدة اعمل اي حاجة ترضيكي.
انت بتحبي صحيح. انا طبعا بحبكم انتوا الاثنين. لازم نكون فرح مع بعض يا ماما. انا قلت لك هفتح لك قلبي وهخليه يفرح معاك. انت كمان لازم تجاوبيني بصراحه. وصحيح موضوع حساس جدا وكان قلقني قوي اليومين اللي فاتوا، وانت حسيتي بكده. حسيتي بكده. لا، انا قبل ما فتحت في الموضوع ده فكرت كتير قوي ولقيت ان احسن طريقه اني اواجهك اتوجهي. انا تحت امرك. من يوم ما جينا البيت بحسب انت العجبة بس. مش انا بس، ده انا يا بابا حتى بيوم العبيد كلنا معجبين قوي لاخر لسه. لما عرفت ان انا حملت في الولادة الاعجاب انقلب بحب. ارجوك يا طنط ما تقوليش كده. ماهد ارجوك، احنا لازم نكلم بعض بصراحة. مفيش وقت دلوقتي. أخدت في الشهرين وقال لي يا حمود ارجوك يا طنط. حسيت بلاش عذاب. عندناش وقت حتى للدنيا. أنا بكلمك دلوقتي. أنا مكملت نفسي تماما زي ما انت شايفة، مع إني أنا اللي حملت. لكن بس بإذن الحاجة هنعمل إيه؟ ده قدر ربنا كتب عليا. أرجوكي تهدي يا ماهد، اهدي اسمعيني يا حبيبتي، اسمعيني لأني هقول كلام مهم جدا ولازم تسمعيه بقلبك وعقلك. أنا لما قلت لك إنك بتحبي روحي انزعجت. مش انزعجت عارفة ليه؟ علشان مراتي هي اللي بتقول. انت عارفة كويس إن الزوجة لازم تغير على جوزها. علشان كده كنت دايما بتخبي وبتداري، لكن دلوقتي خلاص أنا هجيب ليه ومش هتخبي ليه. أرجوك تتخلي بيتك بتعملي زي أختك بالظبط. ازاي تبتدي كده؟ ازاي بتقولي كأني خاينة؟ أنا ما تقولي كلمة أبدا. عمري ما فكرت في كده أبدا. أنا بكلمك أنا زعلانة أو أنا غضبانة. بعدين أنا فاهمة كويس أوي إيه اللي جواك. انت ما حسيتيش بالإحساس ده هو وصدقتيه إلا لما عرفتي نفسي. أنا مش عارفة أقول لك إيه. بتقولي العكس. أنا ما يهمنيش في الموضوع ده كله، بس انت اللي هتتولد وتكوني الأم. أنا لسه تصدقيني. أرجوكي ما تقوليش كده وأنت أرجوكي انت اسمعيني بس علشان خاطري. البنت اللي جاية دي بندعي فيه إنها تتولد في الدنيا
أنا كنت بحبك جدا والله. لكن كده أنا إن بنتي هتكون في إيدين إنسان بتحبني بتحب روحي، يبقى مين هيكون أحن عليها تربيها فيها؟ علشان كده بطلب منك إنك تتجوزي جوزي. أرجوك يا عزيزي إنك تنفذي لو ربنا تقبلها ورجعت بجوزي بنتي أرجوك إنك تتجوز بعد كده. هو ده السبب اللي أكيد طبعا من غير ما تقولي أنا فرحتي بإنك ترجعي بالسلامة إن شاء الله تبص على أي حاجة في الدنيا. وأنا هساعدك إن لو ربنا اداني لحين ورجعت تاني أنا مش هرجع علشانها أبدا. ليه طيب؟ أنا هتروحي فين؟ الحمد لله نحن الصحة أشوفك انت بس انت والبيبي تدعيني ما بحبكم قوي. ربنا عالم ان انا بتقلب في الارض يا رب